حبيبتي. أنا كلش أحب هذا الفلتر، وأنا كلش أحبك هواية اسمعوا الحكي العراقي، وأنا أحبك أكثر من تحبيني. يجنن. اليوم خبرني يوسف إن في تحية كبيرة من أهل المغرب، وأنا بقول لهم أحبكم بزاف بزاف. خلصت البرنامج وجيت مع شركة ثانية غير اللي شفتوها قبل، علشان موضوع الدريسنج من بعد المطبخ. الموضوع جدا مهم بالنسبة لي عشان تقدروا تشوفوه. هنختار أول شيء الألوان حق الغرفة. ما أعرف إيش رأيكم، كالمعتاد أحب أخذ رأيكم على الانستغرام. أروح للفاتح ولا الغامق؟ طيب هلا بالنسبة لاختيارات الألوان، احنا ممكن نروح مع ألوان فواتح ونطعم معها ألوان خشبية. ممكن نروح مع زجاجيات اللي هي مودرن ديزاين، عم بيكون فيه سليم متجوز، كلياتهم عم بيكونوا سليم ديزاين. أنا حوستي كثير وما تخلص، فنحاول نخبيها قد ما نقدر. جينا للبارت الأهم، هو اختيار اللون تبع دواليب الدريسنج روم. وأنا ما أعرف ليش دائما أحب الفواتح كده توسع. اوكي، شكل انا والمهندس اللي راح يظبط كل الدريسنج روم اتفقنا على اللون مبدئيا. ان شاء الله. احب هذه الامور اللي تخليني اوكي اتحمس، مثل هذه مثلا حق بالضبط البنطلونات. يس، هنا السكارف. هلا هاي ممكن تصفيها باسكت نحط فيها اي شيء. اوكي. في بانتا، في شورى. اوكي. طبعا الموضوع انا افضل زي كذا ارفف للاحذيه عشان اشوفها كلها قدامي كذا بشكل مفتوح. وحبيت موضوع انه يكون في اضاءه بداخل الدواليب، مجرد انه تنفتح الدواليب على طول تنفتح الاضاءه معها، صح؟ يكون في سنسر تفتح الاضاءه معها. ممتاز جدا. كثير متحمسه للدريسنج روم. غرفه الملابس هذه بالنسبه لي شيء مهم، واعطوني هوم ورك اعد كم شنطه عندي وكم تكرموا حذاء. الله يستر. أم عبد الرحمن حبيبتي مشكورة مشكورة، يعني ما شاء الله كل هالأكل ما أعرف مين بياكله، الوحش اللي هنا ونوزع الباقي. أسد صغير. وأنعم الله عليك حبيبتي، إن شاء الله يا رب ندخل عليك بالأفراح والليالي الملاح. أيوة، اكشف. وإحنا في المطار طالعين على القاهرة. أنت عارفة إنه آخر سفرة مع بعض برضو القاهرة، صح؟ رمضان. وعلى فكرة مين حتجينا بكرة؟ وفي وحدة بكرة بتركب الطيارة وراح تجينا هناك، أول حرف من اسمها فدوش. فدوشة. شعب يالي حلاوة مصري يا جدعان. ولسه نمشي. انه مشوار لحد الصنبورة. رياضة. اللي متابعني بالصفات راح يعرف ايش راح اطلب من عصير بعد شوي. شيء اساسي لازم ينطلب قبل السفر. حبيت اشكر ام فاهد واقول لها شكرا على ثقتك اني راح اقدم حفلاتك ان شاء الله بالقاهره بدار الاوبرا وبمعهد الموسيقى. في انتظاركم. والله هذا الفكرة مو كيوت. ايه احنا في المطار. ليش يا اخي؟ يعني على بال ما يوصل العصير قاعدين نتسلى بالفلترات، بس بخصوص ان احنا فاصلين قبل ما نطلع على الرحله، الله يستر لما نوصل مصر ايش رح يصير فينا. او وصل عصيري المفضل. على فكرة يا جماعة هذا الشيء خطير. ليش؟ في انتي ايجينج للخلايا مرة رهيب. يعني كل شيء موجود في عائلة بيري هو مضاد للأكسدة ومضاد للشيخوخة ومرة كويس لبشرتنا احنا السيدات. أم فاهد احنا جايينك ومتحمسين كثير. وانا اخذت اجازه عشان اجي، ما راح افوتها. ومستغرب